السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الله اكبر. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد. النهارده الحد صباحه زي العسل، صباح فل جدا جدا. كل يوم خير معانا ورزق معانا من تحت الطور بتاعتنا. ربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله. وبكره يبقى عندنا انتاج تحت الفرخه البزراميط، انتاج بط. هو مش هيبقى بتاعي بس خير برضو طالع عندي في قلب البيت. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ويجازينا خير على العمل بتاعنا ان شاء الله. دي البطايه بتاعتي اللي كانت مطلعه عندي اول مره خالص، باضت ورقدت وطلعت معانا تاني اهوت. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك كليه ولكم يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. طب البطايه مطلعه تركيا ام ليلى وهي بيضه، لان انا عندي البطايه مثلا تبقى بيضه وفي واحده تانية رقدت، بقوم لما البيض بتاعها حاطاه البطه تانية، وهكذا. يعني انا باخد مثلا ديت باضت وفي بطه تانية رقدت قبل منها، بلم بيضها احطه للبطه التانية اكمل لها. ديت بقى كملت بقيه البيض بتاعها، بجيب بيض مثلا من تحت بطه تركي بيضه، اجيب البيض بتاعها ارصه لدي. انا ماشيه على هذا الوضع. يعني ايه؟ في بطه بتبقى بيضه كميه بسيطه بكمل لها من بطه تانية. فمش عشان هي بيضه فتقولوا جايبه بط تركي، لا، هو البطايه نفسها انا باخد بيضها اكمله لبطه تانية. ماشيه على هذا الوضع. اللي بترقد برص لها، يعني اكمل مثلا 15 بيضه احطهم لبطه، 20 بيضه احطهم لبطه، وماشيين على هذا الوضع. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يبارك. البط اللي طالع معانا حاليا شيء ليا وشيء لوالدتي. والدتي كان لها 8 بيضات عندي، كانوا 11، 3 طلعوا، كان ميعادهم عدى وطلعوا، وكان فاضل 8. فال8 جه منهم 3 كتموا. انا امبارح فرست البيضه اللي تحت منها لقيت 3 مكتمين. فجيت النهارده طلع الخمسه بتوعها. فانا ما اعرفش الكميه اللي طلعت كلها قد ايه، لان في شيء ليا وشيء لها. فهنشوف الكميه اللي طلعت قد ايه ونشوف الدنيا مع بعض. نسمي بالله كده ونصلي على الرسول. اولا البطه دي انا مش هقومها، هرقدها تاني. بسم الله ما شاء الله، هرقدها تاني. البطه دي عرقها حلو جدا جدا، هرقدها تاني عشان معايا كميه بيض بط خليط اللي هو المولر ده. انت ميته ليه يا حاجه؟ كانت صاحيه الصبح، قدر الله مش افعل. معايا كميه بيض بط خليط اللي هو المولر المحلي. جماعه جايبينه، فقلت ده انا نحطه في الفقاسه والبطايه راقده اهيت، فانا هرصهم لها ترقد عليهم بقى وخلاص. فهنشوف كميه البط اللي طالعه معانا. ادي 3، في واحده ماتت، يلا مفيش مشكله. كده يعتبر الخمسه، قلنا 5 لوالدتي. ويعني مش نوع البط يعني اللي انا حاطاه لها، بس هي 5 ودول 5، يعني 10 بطايات. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. هم كانوا 11 اهم، مات منهم واحد، فالحمد لله. ربنا يبارك ويحمي يا رب. هنرص لها البيض التاني بسرعه قبل هي ما تقلق وتمشي. نرصه لها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كميه البيض اللي جاي لي امبارح. ادي 2، 4، مش هغير الفرشه بتاعتها عشان ايه ما تقلقش. 7، 10، 13، 16، 19. مش كتير يا ام ليلى، لا مش كتير. البطايه بسم الله ما شاء الله حجمها حلو. 19، 22، 25 بيضه. دول 25 بيضه. بعد اسبوع هنفرزهم ونشوف ايه المخصب وايه اللي مش مخصب. نشيل بقى البطايه اللي ماتت دي ونسيبها عشان ترجع ترقد مكانها تاني. عدي يا حاج. دول كده 10 بطات، ودول ال3 بتوع والدتي اللي كتموا اهم، مكتوب عليهم امي اهو يا حبايبي. مكتوب عليهم امي اهو. دول بقى ال3 بتوعها اللي كتموا. فكده هي تاخد 5 واحنا لينا 5 بتوعنا بقى اساسا. ربنا يبارك يا رب. انا قلت ايا كان عددهم هيتقسموا بالنص، فهي لها 5 وانا بتوعي 5. لو كانت ديت 10 ما كانتش ماتت كنت حطيتها لها والله، كانت هتبقى بسماح نفسي. بس كده دلوقتي هم دول 5 ودول 5، فاحنا لينا 5 وهي لها 5. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. والمفروض ان احنا كده دلوقتي بتوعنا، اللهم صل على محمد، يعني اللي ماتت بتاعتها، اللي ماتت بتاعتها، لان كل التركي الاغلبيه التركي 7.
اللي ماتت بتاعتها، يعني دول كده 11، دول 10. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ببخ في العدد تلاقي دول 11. 7 تركي، لا اهم 6 تركي و5 هم ماشي. ال5 بتوعهم مظبوطين، انا ملبوخه ليه مش عارفه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دي ما نشفتش حلو، هناخدها نحطها في الفقاسه تنشف براحتها ونطلعها زي التانيين. فهقول لهم انا عندي بط نوعه كذا، لو هم محتاجين يكملوا التربيه بتاعتهم عادي، انا ما عنديش مشكله. فربنا يبارك ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. فناخدهم دلوقتي حالا، نروح ننزل بتوعنا هناك مع التانيين اللي طلعوا امبارح، ونشوف هي هتعمل ايه. لو محتاجاهم كلهم هنطلعهم ندهم لها، مش محتاجاهم هنحط بتوعنا نربيهم معاكم ان شاء الله، ونديلها بتوعها تربيهم زي ما هي عايزه. فربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. حاجه رقدت النهارده، ديت رقده هي زي ما هي، وفي بطايه ديت موجوده لسه بتصرخ، وهي ما طلعتش مع الحيوان، فهي نكته ريش، فمش عارفه هي ترقد بقى ولا هتاكل وترقد ولا هتعمل ايه والدنيا فيها ايه. فان شاء الله خير، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. البطايه ديت راقده على بيض ليا وبيض لواحد تاني، ودي راقده على بيض اللي انا عايزه افرزها برضو، افرز لها البيض بتاعها واشوف الدنيا فيها ايه، عشان ما نركنش في الفاضي، مش عايزه اركن في الفاضي. ودي اللي طلعت امبارح، وانا رصت لها البيض اللي كان موجود عندنا، رصته لها وراقده اهي بسم الله ما شاء الله. يعتبر دي بقى تالت مره ترقد فيها، تالت دفعه، عشان بس الناس اللي مش مقتنعه بكلامي، دي تالت والله شهر، يعتبر تالت شهر لها، دخلت في الشهر التالت، لان هي بتقعد راقده 32 يوم، 32 و32 64 يوم، وبدأت معانا النهارده في اليوم ال65. دي بقى عماله تنقر كده، هنفرز البيض بتاعها ونشوف كله مخصب ولا لا وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله. كان تحتها 15 بيضه، فرستهم طلع واحده بس اللي فاضيه، وال 14 الله اكبر، ال 14 مخصبين. باجي كل فتره كده افرز، لو في بيضه فصلت، بيضه حصل فيها مشكله، بشيلها عشان ما تقلش على البط. انا ما بكترش للبط اكتر من 15 بيضه، بس ديت بقى عشان هما كميه بيض جايه على بعضها، فانا رصتهم لها، هي هتلمهم وهترقد عليهم، بس عشان اوقف في المكان، فهي ايه نايمه بجنب كده، بس ان شاء الله هترقد عليهم وتلمهم في المكان كله معاها ان شاء الله. فكده طلعت معانا بيضه فاضيه اهيت، هنشتغلها برضو، ناخد دول نحطهم. عدي بقى ارقد على بيضك. وهنا بطه بيضه اهيت، بقت بيضه 4. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا امبارح 3 مريهم لكم، النهارده بيضه واحده اهيت، وديت بيضه 4 برضو. اللي هترقد البطه اللي هترقد هنشيل البيض نحطه لها، مش هيفرق معانا هو بيضها ولا مش بيضها، مش فارق معانا والله العظيم. شوف البط بتاعنا بقى الصغير اهوت، بسم الله ما شاء الله، المسكوفي والخليط، الله اكبر. هدخل اوريهم لكم الجهه التانيه عشان الصوره تبقى قريبه لكم شويه. ربنا يبارك، كل يوم معانا رزق ومعانا خير. يعني بصوا حاجه جميله جدا جدا، لما تقوموا من النوم كده تلف على طيورك تلاقي خير طالع من عند الطيور في مزرعتنا الصغيره. بسم الله ما شاء الله. الرتيبه الصغيره اهي، البطه التركي اللي قلت لكم مش هديها لاي حد اهي، بقت بسم الله ما شاء الله، بقت حدقه وعسل اهي مع البط، يعني شايفين حجمها من حجم اخواتها. بس انا مرضاش ان انا اديها لاي حد، عشان ما حدش يدعي عليا يقول جايبه لنا بطه عجزان. هي البطه مش قزمه يا جماعه، المنقار بتاعها طويل ورجليها عاديه اهيت، الحجم البيضه هو اللي كان صغير. يعني انا عندي البط الشامور ده دلوقتي بيض كميه بيض صغيره، فرصتهم لبط بتاعت ايه راقد عليهم، هيطلع البيض كله صغير، بس المهم يكون مخصب وخلاص. البيضه اللي بلاقيها صغيره بتركها اسيبها للبيت عندي، اربيها للبيت عندي، لما تكبر وتشيل الوزن لقيتها شالت وزن ببيعها لحمه عادي، مفيش اي مشكله. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. البط المسكوفي، البطه الكبيره ديت دي مسكوفه، بس جيت اشتلها اللي كانت في البيت التاني كسرت جناحها، فقلت خست على ما كانت حجمها، يعني خست كتير كتير لان جناحها انكسر، فاكيد بعمل نزيف داخلي او كده، فانا ربطتهم لها ببعض كده عشان ايه ما يدلدلش على الارض. فربنا يبارك. فدول بقى دفعه البط المسكوف اللي كنت جايباها الاخر، والبط الخليط اللي كان طالع لنا من تحت البط بتاعنا. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل مكان. في حد طالب مني بط مسكوف كبير للاكل، عايزه يعني ايه يكون حجمه كبير، ما يكونش لسه هيعلل فيه او يربي، فانا ما كنتش ناويه ابيع التربيه الكبيره، فانا قلت له عندي 5 ذكور هم 6، هسيب واحد للنتايتين اللي موجودين عندي وهبيع ال5 له، وعندي ذكرين هنا مش عارفه لسه هطلعهم ولا لا، ممكن اخد منهم ذكر امشيهم مع ال5 دول. فربنا يبارك ويحمي يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الخير اللي جالنا، ودي الخير اللي موجود عندنا. ربنا يكتر عليا وعليكم الخير جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره يا رب، اللهم امين اللهم امين. ربنا يبارك للجميع، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.